الجمالية القديمة اتولد شاب اسمه سيف. كان دايما ساكت، واللي ساكت في الزمن ده بيبقى يا عارف كتير يا شايل كتير. لقطة زقاق ضيق، ووش سيف مليان صمت وألم. سيف راجع من السجن بعد 7 سنين ظلم. بيخبط على باب أمه، ترفض تفتحه وتقوله: انت رجعت؟ طب آدم فين؟ مش كان المفروض تبقى انت اللي مات؟ الجيران مش طايقينه، وعيال الحارة بتقوله: القاتل رجع. سيف بيبات في ورشة قديمة مهجورة كان شغال فيها زمان، وسط العنكبوت والبرد. فلاش باك كبير لحياته مع أخوه آدم وأمه. سيف كان بيصرف على البيت. أخوه في تانية ثانوي، ذكي جدا. سيف حارب علشان يدخل آدم كلية رغم الفقر، لكن آدم اتعرف على شلة بلطجية بقيادة عزام ورمضان التباع. آدم يتورط معاهم في توصيل شنطة وتطلع فيها سلاح. سيف يكتشف ويهددهم. عزام يتخانق معاه وسيف يضربه قدام الناس. رمضان يقول لعزام: سيبنا نخلص عليه هو واخوه، دول بيفتحوا بقهم اكتر من اللازم. وبعد ايام خناقة كبيرة تحصل، عزام يتقتل وآدم يهرب. سيف يقف مكانه والسكينة جنبه، بيتقبض عليه. في السجن سيف بيتبهدل، بيتخانق، بيتعلم ازاي يبقى ميت من جوه ويقف على رجله. يقابل عمل شعبان مسجون قديم يقوله: في ناس بره أسوأ من اللي جوه، ما تخليش حد يدوخك في الحق. سيف يبتدي يكتب في كراسة مذكرات يومية وبيخطط من بدري. بعد خروجه بيرجع يلاقي أمه بقت ست مريضة بالكاد بتتحرك. الجيران نسوه. حبيبته زمان سلمى اتجوزت وسابت الحارة. الورشة مقفولة، الناس فاكرين إنه القاتل. بيبدأ يدور على أخوه آدم. يسافر الهرم، يدخل في عالم تحت الأرض. يقابل واحد اسمه أنور النصاب، يقوله: آدم شغال في ورشة عربيات، بس اسمه بقى كريم وبيتحرك بحركة. يلاقيه، يراقبه، يشوفه في حالة نفسية صعبة، بيشرب كتير وبيتعاطى حبوب. سيف يدخل عليه الورشة، يلاقيه بيصلح عربية لحد من رجالة رمضان. آدم لما يشوفه يتجمد: ليه جيت؟ ليه دلوقتي؟ سيف يرد: أنا سايب لك عمري كله، 7 سنين ساكت، سايب لك الحكاية. آدم ينهار ويعترف: أنا قتلته، كان هيطعني وأنا كنت خايف، بس أنت دفعت التمن. رمضان التباع بيراقبهم من بعيد. آدم يقرر يسلم نفسه، لكن قبل ما يوصلوا للاسم رمضان يطلق عليه رصاصة، يموت آدم قدام أخوه. سيف يصرخ وهو شايل أخوه في حضنه: أنا قلتلك ما تقرب لهمش، قلتلك يا آدم. سيف ما ياخدش بثأره بالعنف. يرجع القاهرة، يقدم مذكراته اللي كتبها في السجن للنائب العام، فيها كل حاجة عن عصابة عزام وعن آدم وعن التسجيل الصوتي باعترافه. الشرطة تفتح تحقيق من جديد. رمضان يتم القبض عليه. سيف يطلع في برنامج تلفزيوني يحكي قصته ويقول: أنا دفعت تمن الجريمة مرتين، مرة ظلم ومرة فقد. يرجع للزقاق يمشي فيه بنفس البطء، لكن المرة دي الناس ما بتبعدش. واحد عجوز على القهوة يقوله: كنت فاكرك سايبنا، طلعت راجل. وسيف يبصله ويقول: أنا ما كنتش سايبكم، أنا كنت بدور على نفسي. الكاميرا ترفعه وهو ماشي وسط الزقاق، وصوت الراوي: سيف رجع، بس ما بقاش عنده وش تاني يضحك بيه ولا وش يخاف عليه. الموسيقى تطلع وتظهر كلمة النهاية بخط أبيض على خلفية سودة.